أنس. سبسكرايب. نبدأ الحلقة. كأس القارات. بطولة كأس القارات واللي تم تأسيسها على يد الملك فهد رحمة الله عليه عام 1992، واللي كان اسمها بطولة كأس الملك فهد للقارات، ومن ثم تم إدراجها لرزنامة الاتحاد الدولي كبطولة رسمية، وتم تغيير اسمها إلى بطولة كأس القارات. طبعا البطولة تقام كل 4 سنوات قبل كأس العالم بسنة واحدة. لا لحظة، هذه 7. 8 منتخبات تشارك في البطولة، أبطال 6 قارات، إضافة إلى بطل كأس العالم النسخة الأخيرة. ال8 المنتخبات المشاركة في البطولة تقسمت على مجموعتين. المجموعة الأولى تقوم كل من مستضيف كأس العالم روسيا، وبطلة كأس أوروبا البرتغال، وبطلة أمريكا الشمالية المكسيك، وبطلة قارة أوقيانوسيا نيوزيلندا. والمجموعة الثانية بطلة كأس العالم ألمانيا، وبطلة أمريكا الجنوبية تشيلي، وبطلة أفريقيا الكاميرون، وأخيرا استراليا. ترى ما شاء الله المرداسي معاهم. أبرز المرشحين لتحقيق البطولة بوجهة نظري البرتغال وتشيلي لعدة أسباب. استبعدت بطلة كأس العالم ألمانيا لسببين مهمين. ليش؟ زياد قول ليش؟ نروح التحليل الفني. ليش استبعدت ألمانيا؟ أولا تشكيلة ألمانيا. في حراسة المرمى مانويل نوير، في خط الدفاع هوملز وبوتينغ، في خط الوسط سامي خضيرة وكروس وغاندوغان وأوزيل وغوتزي، وفي خط المقدمة ساني ورويز ومولر. عزيزي المشاهد، لك أن تتخيل أنه لو استبعد كل هذه الأسماء. السبب الثاني، المنتخب الألماني بعد تحقيقه كأس العالم عام 2014 وحتى الآن فيه هبوط كبير في مستواه الفني. ليش رشحت البرتغال وتشيلي؟ أولا منتخب البرتغال، المنتخب المنتشي بتحقيقه بطولة كأس أوروبية العام اللي فات لأول مرة في تاريخه. أعتقد البرتغال من أبرز المرشحين لتحقيق البطولة لعدة أسباب، ولا أقول لكم خلونا نستعرض التشكيلة مع بعض وبعدين نكمل. التشكيلة اللي كان يلعب فيها فرناندو سانتوس في بطولة أوروبا 4-3-3، كان في حراسة المرمى لاعب سبورتنج لشبونة باتريسيو صاحب 29 عام، وفي خط الدفاع الظهير الأيسر غاريرو لاعب روسيا دورتموند صاحب 23 سنة، ألفيس صاحب 35 سنة، إضافة إلى فونتي مدافع ويست هام، والظهير الأيمن سيدريك لاعب ساوثهامبتون صاحب 25 سنة، وفي خط الوسط كارفاليو لاعب سبورتنج لشبونة أيضا صاحب 25 سنة، وموتينهو لاعب موناكو 30 سنة، ولاعب برشلونة غوميز 23 سنة، وفي خط الهجوم ناني لاعب فالنسيا 30 سنة، أيضا المهاجم ثالث هدافين الدوري البرتغالي أندريس سيلفا صاحب 21 سنة، إضافة إلى أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي والمرشح لأبرز تحقيق الكرة الذهبية هذا الموسم ولاعب الخبرة كريستيانو رونالدو. منتخب البرتغال منتخب قوي جدا وعلى مستوى فني عالي، وتكمن هذه القوة في عناصر. أولا اللاعبين اكتسبوا الثقة بالنفس والخبرة بعد ما حققوا إنجاز لوطنهم ليس بالسهل. ثانيا منتخب يملك مزيج بين الشباب والخبرة في كل خط. ثالثا منتخب يملك تجانس وتفاهم وتناغم بين لاعبين الخبرة والشباب. رابعا وأخيرا منتخب يلعب كرة قدم سهلة وجميلة، ما يعرف بالسهل الممتنع، لذلك لقب برازيل أوروبا ليس من فراغ، إضافة إلى أنهم يملكون مدرب رائع ومحنك. ثانيا منتخب تشيلي منتخب تطور بشكل سريع جدا، أيضا منتخب حقق إنجاز ليس بالسهل، كلاكيت مرتين على التوالي فاز على أبناء التانغو على منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا.
منتخب يعتمد على الصلابة والقوة البدنية الكبيرة وطريقة لعبه يلعب اللعب المباشر. منتخب يعتمد على 4 لاعبين بشكل رئيسي. أولا الخبرة الكبيرة في حراسة المرمى سواء مع مان سيتي أو مع برشلونة، واللي يشكل صمام أمان ومصدر ثقة لزملائه برافو. ثانيا ترمومتر وميزان خط الوسط، القوة والصلابة الكبيرة للاعب البافاري واليوفي سابقا أرتورو فيدال، لاعب قوي جدا دفاعيا يفتك الكور بشكل رائع. لاعب مميز أيضا هجوميا، يملك رؤية واسعة في وسط الملعب وإمكانيات في صناعة اللعب. أيضا يملك قدم يمنى قوية جدا وتسديدات رائعة. لاعب مميز أيضا في التسديد بالكرات الرأسية. ثالثا هداف التصفيات، لاعب موهوب يملك قدرات خارقة، يلعب بكلتا القدمين، مراوغ سريع ذكي هداف قوي. أليكسيس سانشيز. رابعا وأخيرا هداف كوبا أمريكا الأخيرة المهاجم النهاز فارغاس. ختاما تقبل الله صيامكم وقيامكم. سبسكرايب وشوفوا الحلقات السابقة. في أمان الله. لايك